لو هو بيعمل دم في البول ما استناش عليه شويه، لو لقيته بيعمل دم وهو مش عنده مشاكل ما استناش عليه ان هو يوصل لمرحله احتباس بول، لا اخده والحقه واروح بيه. دايما في حاجات لما بتتحل في اولها بتتجنب مشاكل كتيره قوي تحصل. حالات الاحتباس البول يا جماعه فعلا من الحاجات المهمه جدا جدا ان اول ما تحصل نروح بيها للدكتور، ما نتاخرش عليه. يعني انا لما بسيب القط بتاعي حصل وسبته 24 ساعه هو محتبس، هو كم البول اللي عمال يتجمع ده هو بيرجع يرد تاني في الكلى. تخيل كده الكلى جوه منها بول مليان فضلات وإيريتانت جدا لنسيج الكلى، يعني ايه اللي هيحصل للكلى؟ هيتدمر تماما. كيف ان هو في خلال 24 ساعه الكلى بتتدمر. لما بنيجي نشوف التحاليل لما بنعمل لها للقطط بنقيس وظائف الكلى بعد احتباس البول، الارقام بتبقى وحشه جدا يا جماعه. بجد يا جماعه ما ينفعش ان احنا نسيب القطط بتاعتنا يعني عنده احتباس ونصبر عليه وقت، يعني للاسف في ناس بتتاخر، ما ينفعش تماما. انت بتعرض يعني لو حياه القط ده